كلنا بنصحى من النوم مش طايقين نفسنا وعايزين ننام شويه كمان، واللي بيبقى نازل الشغل وهو متكدر، واللي يعني كلنا بنقوم من النوم مش عايزين نقوم من السرير. سليمان طيب ليه ده بيحصل وازاي تخلي ده ما يحصلش؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده في الفيديو بتاع النهارده. فما تنساش بقى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. والنهارده انا هقول لك على 7 حاجات يعني انت لو عملتهم يومك هيتغير 180 درجه. سيب لي كومنت كده صبح ولا مسي، ويلا بينا نشوف الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلينا متفقين ان اي يوم هو فعليا بيبتدي من ليله اليوم اللي قبله. بمعنى يعني يومك اللي انت هتعيشه النهارده ده هو هيكون متأثر بالليله بتاعت امبارح. فده معناه ان انت لو عايز يومك يكون حلو فانت لازم تكون نايم كويس، يعني نايم بدري. موضوع السهر والكلام اللي زي ده يعني حاول ان انت تقلله واحده واحده. انا بس دي قاعده عامه كده حبيت اقولها لك في البدايه، بحيث ان اللي جاي هيتبنى عليها، في حاجات هتتبنى عليها. فتعالى ندخل كده في اول نقطه. اول نقطه وهو ان انت توجد سبب تصحى عشانه. بمعنى ايه؟ انا لسه قايل لك من دقيقه ان اليوم الحلو هو بيبتدي من ليله اليوم اللي قبله. عايزك كل يوم قبل ما تنام تحط قدامك حاجه، اي حاجه تافهه. يعني مثلا انت عايز تصحى من النوم عشان تشرب كوبايه قهوه، حط حاجه انت بتحبها ان دي اللي انت هتصحى عشانها، ان دي الحاجه اللي انت هتعملها اول ما تصحى من النوم. انت لو عملت حاجه زي كده انا عايز اقول لك ان انت تصحى من النوم مش قرفان ولا زهقان ولا اي حاجه، لان انت هتقوم من النوم عايز تعمل الحاجه اللي انت كنت بتفكر فيها قبل ما تنام. يعني عايز اقول لكم مثلا لما كنت بنزل الجيم الصبح، يعني انا عايز ارجع تاني ان انا انزل الصبح، بس يعني ما علينا. كنت بقعد افكر في التمرينه اللي انا هلعبها تاني يوم الصبح. يعني قبل ما بنام كنت بقعد اقول والله انا عندي بكره بوش فانا هلعب تمرينه كذا وتمرينه كذا. كنت بقعد اخطط لجدول تمريني اللي هو انا اول ما هصحى من النوم هشرب القهوه وانزل على طول على الجيم. فلما بخطط لجدول تمريني ده كنت بقوم متشوق اصلا للجيم. انا ببقى عايز الوقت بتاع النوم يخلص لان انا متشوق ان انا انفذ اللي انا فكرت فيه. فاعمل اسقاط بقى انت على حياتك، شوف انت ايه الحاجه البسيطه اللي انت ممكن تحطها لنفسك فلما تصحى عشانها تقوم مبسوط. ده ليه؟ ده عشان نعالج موضوع ان انت بتقوم قرفان من يومك وزهقان من حياتك وعايز تكمل نوم والكلام ده كله. فانت لو نمت بدري قفلت يومك بتاع امبارح حلو، في نفس الوقت حطيت حاجه انت فكرت فيها هتقوم تعملها اول ما هتصحى من النوم هتعملها، هتخلي عندك دافع ان انت تصحى من النوم وهتحس ان لا انا عايز ابدا اليوم، انا مش عايز اكمل نوم. والله حلو السجع اللي انا بقوله ده. عايز ابدا اليوم مش عايز اكمل نوم. يلا بينا ندخل على النقطه الثانيه. تاني نقطة هي ممكن تبان بسيطة بالنسبة لك ولكن تأثيرها مرعب، وهو الامتنان. يعني ايه؟ يعني انت اول ما تصحى من النوم كده عايزك تقعد مع نفسك دقيقتين تفكر في ايه الحلو في حياتك وتحمد ربنا عليه. وعلى فكرة لو انت حياتك يعني بايظه خالص فعلى الاقل حته ان انت صحيت اصلا من النوم دي وان انت عندك فرصه ان انت تصلح اللي انت بتعكه في حياتك، فدي في حد ذاتها حاجه يعني تستدعي الامتنان. ففكره ان انت في بيت فوقيك سقف، عندك اكل، عندك اسره، كل دي حاجات تستدعي ان انت يعني تشكر ربنا عليها. فانت لما هتقوم هي ممكن تكون حاجه يعني بديهيه ومنطقيه بالنسبه لك، ولكن لما تعملها انت هتحس ان والله انا عندي في حياتي حاجات كتير حلوه، فانا مش لازم اقوم وانا متضايق او زهقان من يومي او زهقان من حياتي، لان انا هفتكر الحاجات الحلوه اللي عندي واشكر ربنا عليها فهقوم مبسوط. وعلى فكره انت هتعمل النقط دي بالترتيب. يعني احنا قلنا اول حاجه كده ان انت هتصحى لحاجه بسيطه انت بتحب تعملها بحيث ان هي تحفزك انك تقوم من السرير. وبالمناسبه ابعد عنك الموبايل والسوشيال ميديا والكلام ده اول ما تصحى. اول ما تصحى ما تبصش في الموبايل اصلا. وتاني حاجه قلناها هي الامتنان. تالت حاجه بقى ان انت هتقوم تشرب ميه كفايه. هتقول لي ايه علاقه ده يا عم احمد بالموضوع؟ هقول لك ان جسمك وانت نايم اساسا يعني انت ما شربتش ميه بقالك بتاع 6 7 ساعات. ده بافتراض ان انت نمت 6 7 ساعات يعني مش 12 ساعه. فبافتراض ان انت نمت 6 7 ساعات دول فانت جسمك ما دخلوش ميه في الفتره دي. فانت هتقوم اساسا انت جسمك لما بيكون ناقص ميه انت بتقوم همدان ومدغدغ وحالتك حاله. فادي لجسمك ميه عشان تبتدي ان يعني تفوق كده والدوره الدمويه تشتغل ودماغك تبتدي تركز وتستوعب انت مين ومين الناس اللي حواليك.
مين؟ السفاح. سفاح ايه؟ انت سفاح. فلو عودت نفسك اول ما تصحى كده تشرب يعني كوبايتين ميه، انت هتبقى الدنيا زي الفل. تعال ندخل في النقطه اللي وراها. رابع نقطه وهي ان انا عايزك تعمل حركه خفيفه. حركه خفيفه دي اللي هي ممكن تكون ان انت تقوم تتمشى في الصاله عادي. يعني عايزك تقوم تتحرك، ما تفضلش قاعد على السرير، ما تمددش على السرير وتمسك الموبايل، لان انت بالطريقه دي انت مش هتقوم، انت هتبص في الموبايل شويه وتكمل نوم تاني. فلا، انا عايزك تقوم تتحرك، تمشي رجلك كده ايه 10 دقايق ولا حاجه في الشقه عادي. قوم اتحرك، يعني ما بقولكش انزل جيم ولا بقولك روح اجري ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني اعمل حركه خفيفه كده، قوم اتمشى في الصاله، وضب سريرك اللي انت ما وضبتهوش من التسعينات. يعني الحاجات اللي هي زي دي، انا عارف ان انت بتفكر بمنطق اللي هو هوضبه ليه وانا هاجي بالليل ابهدله تاني، بس هي الفكره في ان انت تعمل حركه خفيفه وتحسس نفسك اللي هو الدنيا مرتبه وجميله. وعلى فكره ده موضوع مهم هنبقى نتكلم فيه في الفيديو اللي جاي، بس عايزك تقوم تعمل حركه خفيفه عشان الخطوه اللي جايه بقى هنعملها بعد ما هتعمل الخطوات اللي فاتت. والخطوة اللي جاية اللي هي الخطوة رقم 5، ودي تعتبر أهم واحدة فيهم، وهي إن أنت تبتدي تخطط ليومك. يومك لو ما مشيتوش على مزاجك هيمشيك على مزاجه. أنت اللي بتتحكم في كل حاجة بتحصل في يومك. هتقول لي لأ، ما أنا في حاجات بتحصل خارجة عن إرادتي، ما أنا مش عارف إيه. هقول لك إن 90% من يومك أنت اللي بتتحكم فيه. فعايزك أول ما تصحى تعمل الحاجات اللي إحنا قلناها من شوية، وتبتدي تجيب قلم وورقة كده وتحدد كل ساعة هي رايحة فين. يعني ما تسيبش يومك يمشي بالبركة اللي هو زي ما تيجي. لا، احنا ما بنصحاش ونشوف الكلام على ايه، احنا بنحدد احنا عايزين نعمل ايه. فانت هتيجي مثلا من الساعه كذا للساعه كذا انا عندي كذا، من الساعه كذا للساعه كذا انا عندي كذا، وافضل املى اليوم بتاعك بالمنظر ده في قلم وورقه. مش عايز تستخدم قلم وورقه، هتستخدم جوجل كالندر على الموبايل بتاعك او اي كالندر انت بتستخدمه. اعمل التايم بلوكينج اللي هو ان انت بتحجز الوقت للمهمه. يعني لو انا عندي من الساعه كذا للساعه كذا كذا، خلاص يبقى الوقت ده مستحيل يتعمل فيه حاجه تانية. فابتدي ان انت خطط اليوم بتاعك بعد ما تعمل الخطوات اللي فاتت. بعد كده هندخل على النقطه الاخيره. بعد ما عملت الخطوات اللي فاتت، تعال ندخل على النقطه اللي وراها واللي هي نقطه رقم 6. ونقطه رقم 6 دي يعني ممكن تكون ما جاتش على بالك، وممكن تكون يعني مش حاسس بيها قوي، وهي ان انت تعيش اللحظه. ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني انت دلوقتي قمت وعملت الحاجات اللي فاتت دي كلها وقعدت تخطط يومك والدنيا جميله، قمت تعمل كوبايه قهوه، عايزك وانت بتشربها تستطعمها. انت دلوقتي قمت تعمل كوبايه قهوه وانت بتشربها استطعمها. قمت يا سيدي تصلي الفجر، وانت بتصلي ركز في انت بتقول ايه وحس اللي انت بتعمله. عايزك كل حاجه كده واحده واحده ابتدي ان انت ايه حسها. يعني اي حاجه هتاكلها استطعمها بالراحه خالص، ويعني ركز معاها، عيش اللحظه اللي انت عايشها، ما تفكرش في اي حاجه تانية غير اللحظه الحاليه. وعلى فكره ده تمرين مهم قوي هيريحك جدا باقي اليوم. ان انت يعني عود نفسك اول ما تصحى كده، خلصت النقط اللي فاتت وجيت مثلا تعمل فطارك ولا قهوتك ولا ايا كان اللي انت هتعمله، ركز فيه كده وعيش اللحظه واستمتع بيه. ده مع الوقت هيعلمك ان انت تستمتع باللحظات اللي جايه كلها اللي هي بتاعت النهارده. يعني هيعلمك ان انت ما تقعدش تفكر في اللي جاي، يعني اللي كمان 5 دقايق ما نعرفوش، احنا عايشين في اللحظه اللي احنا فيها، لان وارد ال5 دقايق اللي جايه انت ما تكونش فيها اصلا. انا مش بفول عليك، بس يعني انا بقول لك الحقيقه. فعيش اللحظه. انا عارف ان دي حاجه تبان اللي هو ايوه يعني اعمل ايه بصوت حزلقوم، يعني اعمل ايه؟ انا عارف انت دلوقتي عايز تقول لي كده، ولكن انت لما هتمرن نفسك على حاجات بسيطه زي ان انت تتذوق اللي انت بتاكله او اللي انت بتشربه، حاجات بسيطه زي دي هتعلمك ازاي تتعامل في باقي يومك وتعيش اللحظه في كل لحظه. سابع حاجه بقى ان انت يعني ايه تعمل اي نوع من انواع العطاء في اليوم بتاعك. وانا ما اقصدش هنا ان انت تطلع صدقه، طبعا لو طلعت دي حاجه كويسه، ولكن العطاء ممكن طبعا يكون صدقه، ولكن ابسطها خالص ان انت يا سيدي تفرد وشك في وش الناس. يعني ده ابسط. يعني الواحد بينزل الصبح يشوف ناس يعني ما تفهمش هم قلبين وشهم ليه. ده طبيعي جدا لان هم لسه صاحيين من النوم بقى وما عملوش الكلام اللي احنا قلناه. فلو انت عملت الكلام اللي احنا قلناه ده هتقوم مبسوط والدنيا حلوه. ولكن ابسط حاجه قول كلمه كويسه، افرد وشك، جامل يا سيدي اي حد انت هتشوفه، طلع صدقه، اعمل اي حاجه
فيها عطاء. انا عايز اقول لك ان الخطوه الصغيره دي هي هتفرق معاك في يومك كله. اعمل الخطوه الصغيره دي. وممكن برضو حاجه من الحاجات اللي تعملها، يعني دي حاجه لطيفه جدا انت ممكن تعملها وانت رايح الشغل بتاعك. هتجيب اكل للقطط ولا اكل للكلاب وانت في الطريق هتاكل الحيوانات اللي بتقابلها. دي حاجه بسيطه جدا. يعني انت لو جبت كيسه ولا حاجه ومليت فيها شويه اكل وانت ماشي كده رحت حاطط شويه في الارض كده للقطط ولا للكلاب، انت هتكون مبسوط جدا على فكره. يومك كله هيختلف وهيتشقلب 180 درجه. فدي كانت 7 نقط انت لو عملتهم كده زي ما قلناهم بالترتيب صدقني هتعيش يوم مثالي. فيا سلام بقى لو اتعودت ان انت تعملهم كل يوم. وده مش معناه، عشان برضو ما تفهمنيش غلط، ده مش معناه ان انا عايش ايامي مثاليه والدنيا جميله. ولكن لما بعمل النقط دي، يعني دي تجربه انا بعيشها فباجي اشاركها معاكم. لما بعمل النقط دي انا فعلا يومي بيكون جميل. يعني يومي بيكون حلو وجميل وانا ماشيه على مزاجي. فطبعا ده بيكون احساس رائع، يعني انا اتمنى ان انت تعيشه. فاكتب النقط دي عندك. انا عايزك تعيد الفيديو، اكتب النقط دي فوق، يعني هات ورقه وقلم كده واكتبهم قدامك، بحيث ان انت كل يوم الصبح اول ما تصحى من النوم تعملهم. وما تنساش ان انت تقفل اليوم اللي قبله كويس عشان اليوم اللي وراه يكون كويس. فاكتب لي في الكومنتات ايه اهم نقطه في ال7 نقط، ايه النقطه اللي لفتت نظرك او النقطه اللي انت يعني نفسك ان انت فعلا تواظب عليها كل يوم اول ما تصحى. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.